ده سياده الشعب المصري؟ البداية طبعا أنا بلعب شراع بقالي كتير، بلعب من يمكن من 99، بس ما كانتش بنسبة احتراف، يعني ما كنت بلعب بس مش محترف. بدأت أحترف في 2013. اتغير الاتحاد عندنا، اتحاد الشراع، وجاء رئيس اتحاد جديد وأعضاء مجلس إدارة جداد برئاسة أستاذ مدحت خليل. فمدحت بيه قال لنا احنا عايزين نروح الأولمبياد، ايه المطلوب ان احنا نعمله عشان نروح الأولمبياد لأول مرة. فحطينا خطة وقلنا له مطلوب كذا، واحد اتنين تلاتة أربعة. طبعا إن أنت تتأهلي لأول مرة في تاريخ لعبة الشراع في مركب الليزر للأولمبياد، فموضوع صعب جدا. عايز تكاليف رهيبة، عايز مدربين أجانب، عايز معسكرات خارجية. أنا عايش بقالي 3 سنين بره. بس حطينا الخطة والتكاليف والمبالغ، وبصراحة محدش أثر من الاتحاد ومن الوزارة ومن اللجنة الأولمبية ومن رئيس الاتحاد مدحت بيه، وقدرنا نوصل إن شاء الله. طيب استعداداتك للفتره اللي جايه، شايف المنافسه ازاي مع ابطال عالم؟ شايف هل انت تحقق ميداليه ولا لا؟ يعني شايف الاستعدادات ازاي؟ الاستعدادات بقالها، يعني آخر استعدادات بدأت في يناير اللي فات، يناير 2016، وحتى الآن حوالي 6 شهور كانت استعدادات قوية جدا. كنت مقيم في مالطا، بين مالطا وإيطاليا. عملت معسكرات كتير عملت عدة بطولات، وخلينا نشوف اللي هيحصل في ريو. انا ان شاء الله متفائل يعني، وخلينا نتفرج ايه توعد اللي الشعب هيحصل. بميداليه؟ أه ما اقدرش اوعد، يعني خلينا نقول هنعمل اقصى ما عندنا، و... وان شاء الله خير، ونشوف اللي هيحصل.